السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سبحانه هو الذي شرع الحمد واستحقه لنفسه سبحانه، فلا يحمد على مكروه سواه. قائم على كل نفس بما كسبت، رقيب على كل جارحة بما اجترحت، مطلع على قلوب عباده إذا هجست، حسيب على ضمائرهم إذا اختلجت. سبحانه رب القوى والقدر. عود مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب هذه الواحة الفياحة التي لا ينقضي عبيرها ولا ينقطع شذاها، مع علم من أعلام الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا وعد الله حق ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم قل أرأيتم ما
الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه يا قرآن وما ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا
قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. حقا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من سورة نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عود بنا الامتاع والاستمتاع في رحاب صوته الندي والقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة نجم التلاوة والقارئ والمقيم بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. والسادة الأماجد شكر الله لكم سعيكم جميعا. اسم عموم علاء أبو خليل وعموم علاء أبو رزع. شاكرا لحضراتكم باسم الأخ الكريم أحد أعلام الواجب على مستوى هذه المنطقة والابن البار للأمة الراحلة جعله الله عز وجل من الصالحين معلم محمد أحمد فرج وعموم الأسرة الكريمة وما اتصل بهم من صلة أو نسب. شاكرا لعموم السادة الحضور. نحن في هذا اليوم الكريم ألا وهو يوم الاثنين الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. أسأل ربي بأسماء الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن تكون الأمة الراحلة قد رفع عملها إلى ربها وهو عنها راض إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله عز وجل جعل الليل والنهار آيتين وجعل الشمس والقمر آيتين. قضت إرادته أن تذهب آية الشمس لتسجد تحت عرشه ليأذن ربي بانقضاء آية النهار وميلاد آية الليل. فإلى هنا يقف بنا المقام على أن ألقى حضراتكم بعد صلاة العشاء. دمتم جميعا في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.